يا شعب إثيوبيا، يا أهل الحبشة، إنها بركة النبي أصابتكم يوم أرسل خيرة شبابه إلى أرضكم. نعم، وهم يحملون دينهم على أكفهم. من جعل النبي يختار أرض الحبشة؟ إنه الله عز وجل. من جعل النبي يختار أرض الحبشة إنه الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى. نعم أيها السادة الكرام، اختار الله الحبشة لتكون أول دولة لجوء سياسي لخيرة شباب المسلمين، واختار الله هذه الأرض المباركة لتكون ثاني أرض بعد مكة يتلى فيها القرآن الكريم. القرآن الكريم، نعم، أول ما قرئ القرآن الكريم قرئ بمكة، وفي خارج مكة وفي خارج الجزيرة العربية أول بلد يتلى فيه القرآن الكريم هو أرض الحبشة إثيوبيا، بين يدي النجاشي رضي الله عنه. يوم قال النجاشي للمسلمين عيشوا في أرضي بسلام، يوم قال النجاشي للمسلمين الفارين بدينهم عيشوا في أرضي بسلام، أكرمه الله بأن جعل أرضه أرض سلام. وستظل إثيوبيا أرض سلام، وكل محاولة لجر هذه الأرض نحو الحرب والدمار فهي محاولة فاشلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجيوش المسلمين وللعالم كله، قال النبي: وادعوا الحبشة ما وادعوكم. حديث صحيح.